في مواقع كتير جدًا على النت، سواء شركات إعلانات أو شركات affiliate حتى، بتفتح دلوقتي وهي ما عندهاش نية حقيقية للدفع، فممكن تشتغل وتتعب وييجي يوم الدفع تلاقي حسابك اتقفل أو ببساطة الدفعة اترفضت. وعشان كده عامل الفيديو ده ليك. الفيديو ده هيعرفك على موقعين هتلاقي فيهم أغلب شركات الإعلانات، هتخش تحط اللينك فيهم وهتشوف ريفيوهات حقيقية في ساعتها أو حتى تقييم للسكام سايتس. فمن غير مقدمات طويلة يلا بينا نجرب. عندنا حاليا الموقع ده اللي هو بيج وال لسه بيفتح، هنعمل الاختبار عليه. هنخش على الموقع الأول ونحط ريت وندوس بحث. هتلاقي هنا تقييم الموقع ده 3 من 5. تمام. وهتلاقي 3 ريفيوهات. هتنزل تحت هتلاقي أول ريفيو سلبي، تاني ريفيو نجمتين، ومش لاقي التالت. المهم ده بيبين لك إن الموقع مش موثوق أوي. الموقع ده بالفعل بيدفع لكن عنده مشاكل كتير إدارية، وساعات ما بيدفعش، ساعات بيتأخر، ساعات ما بيحسبش الأرباح. فتعال نشوف الموقع التاني هيقول لنا إيه. هنخش هنا. ده بيقول لك الموقع موثوق ولا لأ بناء على رمز الدومين والتجديدات والكلام ده كله. فتعال نجرب. هتلاقيه هنا مديك تقييم سلبي جدا اللي هو 21 يعني ابعد عن الموقع ده. لو النتيجة دايما أقل من 60 أو 50 فخليك في الأمان أحسن، أو اعتمد على ريفيوهات بشكل أكبر. طيب هو ليه واخد التقييم السلبي ده رغم إنه بيدفع؟ لأنه الموقع حرفيا بيقفل خلاص. الموقع أفلس. فدايما قبل ما تشتغل على أي موقع جديد جرب الموقعين دول، حط اللينك بتاع الشركة أو الموقع أو أيا كان اللي هتشتغل فيه هنا، شوف ريفيوهات الناس لأن وقتك مش ببلاش. وبس كده. يا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتم منه. لو عجبك دوس لايك واشترك في القناة عشان هنزل حاجات قوية كتير الفترة الجاية. سلام.